الفنان الكبير رشوان توفيق. يوم 2 فبراير عام 1933 بحي السيدة زينب بالقاهرة ولد الفنان الكبير رشوان توفيق. بعد ما اتخرج من معهد الفنون المسرحية اشتغل في التلفزيون مع بداياته في الستينيات، وشغل منصب مدير استوديو، وده قبل ما يبقى مساعد للمخرج كمال أبو العلا في برنامج من الجاني. ده غير إنه تقدم لمسابقة الإذاعة ونجح فيها، وبقى بيقدم برنامج شبابي إلى جانب مشاركته في كتير جدا من الأعمال الإذاعية الدرامية. لما تكونت فرقة مسرح التلفزيون كان من أوائل المنضمين ليها، وشارك في أول مسرحية تنتجها، وهي مسرحية شيء في صدري سنة 66. وبعدها شارك في أعمال مسرحية كتير اتقدمت على خشبة المسرح القومي وفرقة مسرح توفيق الحكيم وفرقة المسرح الحديث. وعلى الرغم من مشاركاته السينمائية القليلة اللي بدأت من سنة 57 بدور صغير في فيلم صراع مع الحياة للمخرج زهير بكير، إلى أنه حصل على جائزة أفضل دور تاني عن دوره في فيلم جريمة في الحي الهادي إخراج حسام الدين مصطفى سنة 67. وعلى الجانب الآخر التلفزيون فتح له الباب على اتساعه، خاصة بعد ما تفرغ له تماما من حوالي سنة 77، وكان للشاشة الصغيرة النصيب الأوفر من أعمال رشوان توفيق، وبصفة خاصة الأعمال الدينية والتاريخية اللي استفادت جدا من إتقانه للغة العربية. الفنان رشوان توفيق نموذج متفرد للفنان الهادئ الرصين، قدر ببساطة أسلوبه وبشاشة وجهه إنه يسيب بصمة هامة جدا في قلوب عشاق الدراما في كل مكان. وعلى مدار مشوار حياته قدم لنا ما يزيد عن 300 عمل فني، وامتاز ظهوره في معظمهم بالهدوء والبساطة والدفاع عن القيم والمبادئ النبيلة، واستطاع بيهم إنه يحفظ لنفسه مكانة خاصة بين أهم فنانين الدراما في العالم العربي من نجوم الدراما العربية وفنانينها العظام.